هاي يا جماعة، بيبتدي ملخص النهاردة مع بطلتنا جين. وبتكون واقفة مع صاحبتها شيء في المستشفى، وبيعرفوا من الدكتورة إنها حامل. وهنا جينا بتاخد الصدمة، وما بتكونش فاكرة أي حاجة ولا إزاي ده حصل. فبتقول هنا شيء للدكتورة تجهض الطفل لأنهم ما يعرفوش أبوه، بس جينا بترفض. وهنا بتفتكر إنها قضت ليلة مع راجل مقابل الفلوس. هو بتقرر إنها ما تعرفوش وتحتفظ بالطفل وتربيه لوحدها. هو بيجي اتصال لجينا في الوقت ده من ليو اللي بيكون مديرها. هو بيزعق لها علشان سابت الشغل ومشيت. هو بيهددها بالطرد لو ما رجعتش حالة، وهي بتكون متضايقة منه لأنه مش رئيسها المباشر وملوش حكم عليها، بس بتضطر ترجع. وفي الوقت ده بيوصل عند الشركة يان اللي بيكون صاحبها ومديرها، ولكنه بيكلف هان السكرتير بتاعه ودراعه اليمين يمثل إن هو صاحب الشركة عشان يعدي من غير ما الموظفين يشوفوه ويعرف رد فعلهم الحقيقي تجاهه. هو فعلا بيمثل إن المدير والكل بيتلم حواليه، وبيعدي يان للمكتب من غير ما حد يشوفه. المشكلة بقى إن في الوقت ده جينا بتقابله، وهو بيطلع نفس الشخص اللي قضى معاها الليلة إياها. وهنا بتاخد الصدمة وبتتأكد إنها كده هتترفق، لأنها كانت فاكرة إن اللي قضت معاه الليلة ده فقير وعلى الله حكايته. هو أول ما بتدخله بيثبتها في المكتب وبيفكرها عملت إيه في آخر لقاء بينهم لما قضوا الليلة سوا. وفي الآخر رمت له في وشه قرشين وقالت له أداك ما عجبنيش. هو بيكون مصر يعوضها ويوريها أداؤه الحقيقي. وهي أنا بتقوله أنا قلت كده، أنا ما أقدرش أقول على حضرتك كده أبدا. لكن يان بيقول لها خليني أوريك الأداء الجديد، وهو بيقرب منها بس فجأة بتحس إنها عايزة ترجع، فبتجري على الحمام وبيفكرها إنها قرفانة منه. وبيظهر إنه بيحبها بجد، وكان بيدور عليها من 8 سنين لأنها أنقذته من ناس كانوا عايزين يقتلوه وقتها. وبنشوفه وهو بيهرب من ناس بيجروا وراه بالأسلحة، وبيستخبى في عربية جينا بتنضفها وبيطلب منها ساعتها تخبيه منه. هو بيكون وقتها لابس قناع وبتحس إنه محتاج مساعدة، فبتاخد لبسه وبتطلع تجري قدامهم وهما بيجروا وراها. وفي الوقت ده بتكون سابت ربطة شعرها وضحت بنفسها عشان تنقذه، وهي ما تعرفوش. ومن يومها هو بطلنا واقف في حبها واحتفظ بربطة شعرها كذكرى منها. هو بيسأل نفسه في الوقت الحاضر امتى هتفتكره. اما جينا بقى بتروح لها شيء عشان تطمن عليها وتحذرها ان حد يعرف بموضوع حملها ده والا هيرفدوها من الشركة، ولازم تعالج موضوع الغثيان ده لحسن حد يقفشها. ولكن من سوء حظهم بتسمعهم العقربة نان اللي بتقرر انها تستغل السر ده طبعا وتنتقم من جين اللي بتكون منافستها الاولى في الشركة، وكمان بتنافسها على الترقية الجاية. وبعدها بقى بتكلم مديرة دار الايتام اللي بتكون حددت ليها ميعاد مع سونج، شاب من عيلة غنية وبيلعب رياضة. هو بتقول لها تروح تقابله يمكن يحصل نصيب بدل ما تفضل عايشة بطولها كده. هو فعلا بتخرج من الشركة عشان تروح له، بس يان بيكون في عربيته بيراقبها. هو بيكون عارف انها حامل ومتأكد ان الطفل منه. هو بيروح يرخم عليها في المقابلة مع سونج اللي بيكون عارف بحملها وموافق ما عندوش اي مشكلة. ولكن يان بيقول لها مش عيب تسيب الشغل وتعطليه عشان تيجي تقابلي عريس. هو بيتعمد يقرب منها قدام سونج اللي بيسألها مين ده. هو بيكون يان هيرد بس جينا بتتأسف له. هو بتقوله انه مفيش اي حاجة ما بينهم. هو بتلحق نفسها قبل ما سونج يعرف ان ده بيكون ابو الطفل. هو بتاخد يان وبيمشوا، لكنه بيثبتها بره وبيسألها لو مخبيه حاجة عليه، فبتقوله ابدا. هو بيعرف انها بتكذب وبتنكر الحمل وبيقرر يعرفها بطريقته. هو بياخدها يوصلها للشركة. هو بيقول لليو يبلغ الكل ان بكرة هيكون كشف طب لكل الموظفين اللي في الشركة، واللي مخبي حاجة هتبان. وهنا جينا بتخاف لحسن يعرف ويجبرها تنزل الطفل، عشان كده بعد ما النتائج بتطلع بتروح عشان تسرقها. هو لسوء حظها يان بيكون متوقعة تروح وبيقفشها هناك وبيسألها لو بتدور على تقرير الحمل، فبتترجاه ما يطردهاش. ولكنه بيسألها لو الحمل منه لأنها كانت أول مرة ليها معاه، لكنها برضو بتنكر. فبيقول لها ماشي يلا بينا على الدكتور. وهنا بتفتكر انه موديها عشان يجهضها، فبتعمل نفسها تعبت فبيجري عشان يشوف دكتور، لكنها بتهرب في الوقت ده وبيقفشها لتاني مرة. هو بيقول لها بقى كده مش عليا الحركات دي. بياخدها بعدها البيت وبيقول لها انه عايز الطفل زي ما هي عايزاه. هو بيعرض عليها الجواز
وطبعا بتوافق وبتكون فرحان، وفعلا بيتم جوازهم رسمي وبتاخده على بيتها عشان يعيشوا سوا، ولكنها بتشترط عليه كل واحد منهم يكون في أوضة ويحترم نفسه، لكنه بيكون حران فبيفك زراير البدل، وبتبدأ جينا تتوتر فبيقول لها ايه أنا حران ما تقلقيش، وبيقرب منها مرة واحدة فبتقوله ما تنساش الاتفاق اللي ما بينا، ينفع أعرف هتيجي معايا امتى؟ لما اتأكد انك بتحبني ساعتها هطمن وهاجي معاك نعيش في البيت، بس لحد دلوقتي هتعيش معايا في بيتي انا. فبيضطر يوافق لانه طبعا ما عندوش اي خيار تاني. وتاني يوم بقى في الشركة بيكون عندهم عرض المشروع، ونان بتستفز جين وبتقول لها ان اقتراحها هي هيكون احسن، بس جينا بتعرضه بطريقة جميلة وبتخلي يان يقول لها حصلينا على المكتب، والكل بيفكروا هيرفدها بس هو بيكون مثبتها بره ونازلين حب في بعض، هو بيكون عايز يرقيها كمان. بتسأله بعدها لو هيروح معاهم لاجتماع بناء الفريق، لكنه بيقول لها فكر، وهي بتكون متوقعة رفضه لأنها بالنسبة له مجرد واحدة حامل في ابنه بس. هو بالليل بقى في الحفلة بتفوز جين بغرفة خاصة في الفندق، ونان ما بيكونش عاجبها الوضع وبتتخانق معاها فبترميها جينا في المي وبتطلع للأوضة، وبتتفاجئ إن يان فيها وهو اللي دبر موضوع المسابقة دي عشان يكونوا سوا. لا ومش بس كده، ده بيتهمها كمان إن هي اللي دخلت أوضته، وبيقرب منها فبتتوتر وبتيجي تخرج بتلاقي الكل بيخبط عليها فبتخبي يان وبتروح تفتح له، وهما بيدخلوا يدوروا لحسن يكون حد معاه ومش بيلاقوا حاجة. وهنا جينا بتطردهم برا وبترجع تلاقي يان في البلكون وبيكون هرب في الوقت اللي دخلوا فيه، وبيسألها لو ناوية تكافئه فبتسأله ازاي، فبيقوم شايلها وداخل بيها جوه وبيقضوا الليلة سوا. وبالليل بقى بينزل يان للحفل وبتحاول نان انها تقرب منه ولكنه بيتجاهلها كالعادة، فبتطلع وراها تعمل شوية اغراءات رخيصة، ولكن يان بيهددها بالرفض لو ما احترمتش نفسها واتلمت، وبيقول لها انه عارف ان جينا حامل وبتخاف نان منه وبتلم الحاجات بتاعتها وبتهرب. هو بعدها بقى بيوصل ليان خبر وصول بنت اسمها فاي، وبيظهر انه مش بيحبها، وفي نفس الوقت ده في شخص بيقابل جين وبيفرجها صورها مع يان، وبتعرف ان مش هي اللي في الصورة، وهنا بتزعق ليكون اتجوزها عشان شبه حبيبته القديم. ولكن بالليل بتجيلها دعوة من فاي عشان تقابلها وبتروح فعلا وبتعرفها فاي على نفسها، ولكن شكلها بيكون مختلف. وهنا بتفتكر فاي ماضيها وحبها الكبير ليان اللي خلاها تغير شكلها لجين بعد ما شافته بيرسم صورتها، لكنه اكتشف انها مش البنت اللي كان بيدور عليها، وحذر فاي ساعتها انها ترجع وشها زي ما كان والا هيقتلها لان الوش ده وش حبيبته، هو مش هيسمح لاي واحدة تقلته. هو بس من يومها وفاي بتكره جين وعايزة تنتقم منها، ولكن مش دي الحقيقة اللي قالتها لجين، وكذبت وقالت ان هي ويان كانوا مرتبطين، وبسبب حادثة حصلت شوهت لها وشها فاضطرت تغير شكلها، وكمان ما بقتش تقدر تحمل، وهو اتجوزها بس عشان شبهها والطفل اللي في بطنها. وجينا بتقول لها انها مش مصدقة كلامها وبتمشي وهي مقلقة شوية لان تصرفات يان كانت بتبين اهتمامه بالطفل اكتر منها. ولما بترجع البيت معدتها بتكون وجعها، ويان بيفضل جنبها وبيلبسها الجزمة عشان ما تاخدش برد، فبتحاول تصدق انه بيحبها وبيقول لها بعدها انه هيعمل لها مفاجأة كبيرة بكرة. ولما بتوصل المكتب بتلاقي الكل بيتكلم عن مقابلة يان اللي بيعلن فيها انه لا حب عمره من 8 سنين، وطبعا في الوقت ده بتفكر انه قصده على فاي وانه هيتجوزها، فبتزعل وبتروح للحمام تعيط، وبتروح وراها نان اللي اترفدت بسببها، وعشان تنتقم منها بتتلم عليها هي واصحابها في الحمام. ولكن بيوصل في الوقت ده يان وهو بيضرب ليه ونان وبيعلن قدام الكل انها مراته حامل في ابنه، وبيشيلها وبيرجع بيها للبيت، وهي بتتأكد انه كان يقصدها بالحب من 8 سنين بس ما بتكونش فاكر هو ده حصل امتى وازاي. وبعدها بقى يان بيوثقوه على مراته تعمل لها اكل كويس، والست كانت حنينة عليها جدا. هو بيكون يان وجين مبسوطين لحد ما بيلاقوا ام يان قدامهم وبتقول لهم انها مش موافقة على العلاقة دي لان جينا مش من مستواهم. ويان بياخد امه على فوق يتكلم معاها بهدوء، ولكن جينا بتسمع كلام حماتها عنها وبتزعل. ويان بيفضل يكون مع جينا على أمه الأنانية، وهو بيوعدها إنه مش هيسمح لحد يفرقهم،
بس بالليل بتستناه على العشاء، ولما بترن عليه بترد فاي اللي بتكذب وبتقوله انه بياخد شاور عندها. فبتروح جينا تنام وهي زعلانة منه، هو بتكون فاكراه بيخونها. هو الراجل كان في المكتب عادي، هو لما بيرجع البيت بتكون مستنياه يقول لها الحقيقة. هو بيقول لها فعلا، بس مش ده اللي كانت عايزة تسمعه. هو فايا بتتصل بيه في الوقت ده، هو بتعرفه انها عملت حادثة. هو بتفضل ترن كتير فبيروح لها، وجينا بتكلم سونج وبياخدها لهناك. هو بتعرف ان الحادثة مش خطير عشان يجري عليها بالسرعة دي. هو بتطلب منه الطلاق هناك، وطبعا فايا بتفرح. ولكن يان بيطلع ورا جينا وبيسألها عن السبب، فبتقوله انه فايا حب حياته وهيطلقه عشان يرجع لها. هو بترفض انها تكمل معاه وبتصر على الطلاق، بس هو بيشترط عليها الاول تولد وبعدين يطلقها ولازم تفضل في بيته، فبتوافق. ولكن للأسف بتتأكد شكوكها، هو بتفتكر لما فايا قالت له إنه عايزها عشان الطفل مش أكتر، وبعدها هيرميه. هو بيعدي 6 شهور على حملها، ويعني كل يوم يطمن عليها، بس هي بتكون رافضة تكلمه أو حتى تخليه يلمسها. هو كل يوم بعد ما بتنام بيروح يبوس على دماغها لأنها بتكون وحشاه، بس متحمل لحد ما تولد. وبعدين يقعد ويتكلم معاها عشان مش عايز الزعل يأثر عليها دلوقتي. وبعدها بقى بنشوف فاي وهي بتهدد كوع عشان تسمم جينا وتسقطها، بس مش بتقدر لأن جينا بتعتبرها زي أمها. وبسبب ده فاي بتخطف ابن كو، وبتبعت لها صباع منه وبتهددها لو ما نفذتش اللي هي عايزاه هتبعت لها بقية ابنها متكيس. هو بتروح بعدها تقابل جين، هو بتعرفها ان يان عمل اتفاقية لإنجاب الطفل لأن عنده مشاكل. هو بتتصدم جينا انه عمل ده من وراها. هو بتتعب جدا في الوقت ده وبتدخل المستشفى، وبيكون في ولادة مبكرة. هو بيمضي على إخلاء المسؤولية قبل الولادة. هو بتولد جينا بس بتكون في صدمة لما بتعرف ان ابنها مات. ولكن كو بتكون خطفت الطفل وبتسلمه لفاي عشان ترجع ابنها، بس بتترجاها ما تقتلهوش لأنه في الآخر طفل ملوش ذنب. وفايا بتقرر تحتفظ بيه. وبعدها بقى بشهر بتقرر جينا تكمل حياتها عادي، بس بتشوف فاي مع يان في محل مجوهرات وماسك خاتم، وبتفتكر طبعا انه خلاص هيتقدم لها وانها خلاص ما بقتش تنفعه. ولكن في الحقيقة فايا كانت معاه بتنقي خاتم لعيد ميلاد أمه. ولما جينا بترجع البيت بتروح له بأوراق الطلاق، وبتطلب منه يمضي عليها لأن الاتفاق خلاص انتهى. وبتاخد شنطتها عشان تمشي، ويان بيطلب منها ما تسيبوش، لكن بتوصل فاي في الوقت ده اللي بتزود الموضوع تعقيد بكلامها. ويان بيقول لها ملكيش دعوة بالعقربة دي، بس جينا بتسيب الشنطة وبتاخد بس هويتها. هو بيعدي بعدها 5 سنين على اللي حصل. هو بنشوف جينا راجعة بقوة للبلد من تاني بعد ما بقت محامية شاطرة ومشهور. هو بتقابل يان وفاي في مزاد على مجوهرات غالية. هو بتحن ليان أول ما بتشوفه بس بتمسك نفسها، لكن فايا ما بتكونش مبسوطة برجوعها. هو بتروح وراها وبتسألها يا ترى ايه اللي رجعك تاني، بس جينا بتقولها تركز على نفسها وما تتدخلش في اللي ما يخصهاش. وبعدين يان خلاص بقى معاه، عايزة ايه تاني؟ بينزلوا بعدها للمزاد اللي بيكون فيه قطعة نادرة، هو بيقدر يعني انه يشتريها. وهنا فايا بتبص لجينا نظرة كده من تحت لتحت بما معناه انا اللي فزت بيان في الاخر. هو بالليل بقى بتكون جينا راجعة مشي، فبيقف لها يان اللي بينزل يشيلها وبياخدها على العربية بالعافية طبعا. هو بيرفض انها تستنى الباص لوحدها في الشارع. هو ما بتكونش عايزة تتكلم معاه، لكنه بيسألها لو ال5 سنين دول ما حننوش قلبها عليه ولو حتى شوية. طب ما فكرتش فيه ولا مرة؟ وهنا جينا بترد عليه وبتقوله انها مش عايزة تفتح المواضيع دي تاني، وهو خلاص دلوقتي بقى مع فاي، هو مش محتاج منها حاجة. لكن بيتعصب عليها وبيسألها اذا كانت حبيته في يوم من الايام اصلا، لكنها بتسيبه وبتنزل. هو بتقوله يا ريت ما تكلمنيش تاني. هو بنشوف بعدها فايا وهي مع طفل صغير، هو بيكون اسمه جون. هو بنعرف ان ده بيكون ابن يان اللي ما يعرفش لحد دلوقتي انه ابنه، ولكنه بيروح يزوره دايما. هو جون بيحبه، وده حتى بيقوله يا بابا. والقصة بتكون ان فايا جابته من سنة لبيتها وفهمت يان ان ده طفل يتيم ومحتاج رعاية. هو صعب عليها وانها عايزة تتبناه، لكن مش هتعرف لوحدها عشان كده محتاجين لأب. فبيوافق يان انه يتبنى معاه لان الطفل بيكون حاسس بالامان معاه. هو من يومها وفايا بتستغله
عشان تضغط على يان في أي حاجة. وبعدها بقى بيكونوا في المستشفى، وجون بيروح يلعب في الأسانسير مع جين وبيقف بيهم للأسف. والطفل بيخاف وبيفضل ينده على أمه وبتطمنه جين اللي بيحس ناحيتها بالحنان، وبتفضل تطمنه لحد ما بيفتحوا الأسانسير. وبتتصدم إن فاي بتنده عليه بابني، والطفل بيقول لي يان يا بابا، وطبعا بتفكر إنه ابن يان اللي أكيد اتجوز فاي. وبتحط في نفسها وبتزعل. ولما يان بيجي يفهمها، فاي بتقرص الولد اللي بيتوجع، فبيرجع له يان يشوف ماله. هو بيرجعه من البيت بعد ما بيلعب معاه شوية، بيسيبه عشان يروح لجين. فاي بتعامل الولد وحش بعد ما يان بيمشي، عشان كده ما بيكونش عايزه يمشي. هو بيروح يان لجينا اللي بيدخل بيتها بالعافية، وهي بتقوله يرجع لبيته ولعيلته، هو انه مش من الصح يكون مع طليقته عشان مراته ما تزعلش، لكنه بيعرفها انه محبش غيرها لانها حب عمر وهي اللي مش فاكراها. وبيعرفها انه الشاب اللي انقذته من 8 سنين وفضل يدور عليها عشان يتجوزها، عشان كده ما تفكرش انه ممكن يكون لغيرها. وبتتصدم جين لان كلام فاي كان كله كده. وبتسأله عن الولد، فبيعرفها انه متبنيه. هو بعد ما كل حاجة بتبقى واضحة بيتصالحوا، هو بيقرروا انهم هيرجعوا لبعض تاني. ولكن بتكون فاي عطته مشروب، هو بيكون مفعول اشتغل وهو مع جين، وما بيكونش عارف يسيطر على نفسه. هو بيقرب منها ولكنه بيسيبها في الآخر. هو بيروح ياخد شاور عشان يفوق. هو بيمنع جينا تدخل عليه عشان ما تفكرش انه بيستغلها. هو بعد ما بيهدى بيروح لها الأوضة، هو بيلاقيها نامت، لكنها بتصحى وبتسأله لو فعلا الكلام اللي قاله حقيقي ولا كان تحت تأثير المشروب، لكنه بيحلف لها ان كل كلمة طلعت منه حقيقية. وهنا جينا بتشوف الصدق في عينيه وبتصدقه. هو بيرجعوا لبعض تاني، هو بيقضوا اليوم سوا، هي يرجعوا ذكريات زمان وحب زمان. ولما فايا بتعرف بتتجنن. هو بتقرر انها تأذي جين اللي بتكون كأنها عايشة في حلم معيان ولا على بالها اللي بتدبره لها فايا. هو في الوقت ده بتكون عايزة توصل ليان بس ما بيردش عليها. هو بيظهر عليها انها مجنونة فعلا ومهووسة بيه. هو بعدها بقى بترجع جينا مع يان للبيت، وبتقابل كو اللي بتعرف ان عند ابنها مشاكل في لعب القمار، فبتعرض عليها تساعدها. وفعلا بتكلمها تاني يوم تعرفها ان قضية ابنها محلولة بإذن الله. وهنا كو بتحس بالذنب وبتقرر تعترف له على الموضوع اللي حصل زمان وانها خطفت جون ابنها. ولكن فاي بتسمعها وبتمنعها قبل ما تقول اي حاجة. وشكلها كده خلصت عليها. بتروح بعدها جينا لمكان غريب، وده بيكون بناء على رسالة بتكون وصلتها من كو، بس بتتفاجئ بحد بيضربها على دماغها من ورا. طبعا مفيش غيرها فايا اللي بتاخدها وبتحبسها في صندوق وبتكب فوقيه بنزين عشان تولع فيه. مش بتقدر جينا تكمل مكالمتها مع يان وتعرفه مكانها، بس الGPS بيعرفه مكانها. هو بيقدر يوصل في الوقت المناسب. هو بينقذها بعد ما بيطفي النار وبيخرجها من الصندوق، وبيروح يضرب فاي. هو بيعرف ان هي اللي عملت كده وبتترجاه يكون معاها لان محدش هيحبه قدها. ولما بيرفض بتهدده بجون. هو بيعرف انها حقنته بمادة سم هتقتله بالبطيء ومحدش غيرها يعرف العلاج بتاع المادة دي ايه. هو بينزل يان ليها بعد ما بيشوف حالة الطفل، وهو بيسألها عايزة ايه، فبتعرفه انها عايزاه يتجوزها. ووقتها بس هتقوله على العلاج، فبيضطر انه يوافق غصبا عنه. هو بيروح معاها المكتب والكل بيشوفهم سوا، ولكن شيا ما بتقبلش ان يان يلعب بصاحبتها. هو بتروح تتخانق معاهم في المكتب، بس جينا بتكون راحت وراها، واول ما بتشوف فايا بتضربها قلم قدام يان اللي بيسكت. وهنا بتقرر تعمل فايا البريئة الطيبة قدام. هو بتقول لها اضربي براحتك، انا عارفة انك اتعرضت لظلم كتير. هو بتكون لسه هتضربها تاني، بيوقفها يان وبيقولها اخرجي بره. فبتتعصب وبتقوله انت ندل ولعبت بيا، انت بجد هتتجوزها؟ فبيقول لها ايوه. طب ازاي؟ مش انت وعدتني ان احنا هنكون مع بعض. هو بيكون رده عليها بارد اللي هو عادي مش فارق معاه. فبتتعصب منه اكتر. هو بتسأله تاني ازاي هتجوز مجرمة زيها وحبستها في صندوق وكانت هتولع فيها. هو بيكون رده عليها ابرد من الاول، وايه يعني؟ ولكن الظاهر كده ما بيهونش عليها برضه. هو بتقوله في النهاية انا هستناك. فبيمسك ايدها وبيقول لها خدي بالك من نفسك. هو بتمشي بعدها. هو بنشوف جينا وهي قاعدة مع سونج اللي كان بيواسيها
وهو واخدها على كتفه. هو بيشوفهم يان وفايا، وطبعا يان بيتعصب. هو بيطلب من السواق يمشوا بسرعة، وفايا بتفرح انه شافهم في الوضع ده. هو بيرجع يشرب كتير، هو بيكون مش طايق نفسه، وفايا بتحاول تهديه. هو بيقول لها انه هيتجوزها لانها بتحبه بجد، وفضلت جنبه رغم انه سابها كل السنين دي. هو طبعا زي العبيطة بتصدقه، وبتفرح بكلامه، وبتبدأ تحضر نفسها. وبيروحوا بعدها يشتروا خاتم الجواز وكمان فستان الفرح. هو بيلبسها يان بنفسه عقد ألماس، وما بتكونش مصدقة نفسها، بتكون حاسة انها في حلم. وفي الوقت ده بتروح تسلمه كل المعلومات عن السم اللي حقنت بيه ابنه زي ما وعدته. فبيشكرها وبيقول لها انه هيروح عشان يجهز نفسه، وبياخد معاه معلومات السم. وبعد شوية بتنزل فايا من على السلم، وبتتفاجئ ان جينا تحت، وبتسألها لو جاية تحضر فرح. لكن جينا بتقولها تفوق بقى من حلمها ده لأنها نامت كتير وحلمت زيادة عن اللزوم. وبتوصل الشرطة في الوقت ده، وجينا بتضرب فاي، وبتعرفها ان اللي حصل كله كان خطة من يان لما سلمها ورقة في المكتب وقت ما مسك ايدها. هو عرفها انه بيسيرها لحد ما ياخد منها علاج جون. وكمان سونج كان جزء من الخطة ويساعدهم عشان يستدرجوه. بتيجي بعدها الشرطة تقبض عليها، وبعدها بيروحوا هما يطمنوا على جون في المستشفى، وبيتأكدوا انه ابنهم بعد تحليل DNA. وبنشوف بعدها يان وجينا وهما بيتمشوا سوا، وجينا بتقعد تسترجع معاه كل ذكرياتهم وازاي قابلوا بعض وازاي اتفرقوا لمدة 5 سنين والقدر جمعهم تاني. هو بتقوله ايه رأيك نتجوز من تاني، وهو طبعا بيوافق، اصلا بيكون مصدق. ولحد هنا يا حلوين المسلسل بتاعنا خلص. لو عجبكم الملخص ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة.